من المرات القليلة اللي باتكلم فيها عن حاجة خارج مجال الرياضة، لكن المرة دي هاتكلم عن موضوع حقيقي أنا فخور وسعيد ومتحمس جدًا للموضوع ده، موضوع افتتاح المتحف المصري الكبير. الحدث ده حدث عالمي كبير، بنستعد ليه من سنين، اتصرف عليه مليارات، بالضبط مليار و200 مليون. حقيقي أنا باحب جدًا، جدًا اللي يعرفني يعرف إن أنا باحب جدًا الآثار والحاجات الفرعونية والتاريخ والمعابد والمتاحف، أنا باحب والأهرامات والتاريخ مش عارف إيه والقصص الموضوع ده، فحقيقي أنا فخور جدًا وسعيد جدًا وهاحاول أعمل حلقة كمان عن الموضوع دوّة، هو خارج الرياضة بس أنا باحب جدًا الموضوع ده. أنا بقى لي أكتر من يوم يعني مقضّيها فيديوز بصراحة عن موضوع الافتتاح وعن الshow والعرض اللي أنا مبيّنه دلوقتي ده، حقيقي أنا متحمس جدًا ليه وباحبه جدًا، وطبعًا نصيحة ما تروحش يوم 1/11 يوم الافتتاح، لإن ده اليوم اللي هو هيروح فيه اللي واخد الدعوات فقط، الرؤساء، الملوك، رئيسة الوزراء، رئيس وزراء، كده يعني اللي هي ناس جاية بدعوة معيّنة يعني. وبالنسبة للناس اللي بتنتقد اللي هو اندفع فيه مليارات والفلوس دي كنا إحنا أولى بيها والكلام ده، عايز أقول لك على حاجة يا حبيبي، إن ده هيفتح فرصة عمل وهيرجّع السياحة لمصر اللي هي مقطوعة بقى لها سنين أو قلّت جدًا الفترة الأخيرة. أنت دخلك في السياحة عالي أوي، وهنبقى نتكلم عن الموضوع ده بعدين يعني. بس حقيقي أنا سعيد جدًا بالمتحف ده، أكبر مكان بيجمع أكبر قطع وعدد قطع لحضارة واحدة في مكان واحد في العالم كله. حقيقي يا بخت اللي موجود في مصر الفترة دي وهيحضره ويخش ويشوف، يبقى عنده فرصة إنه يروح يشوف الجمال والعظمة بتاعتنا، وقريبًا إن شاء الله أنزل وأشوف الجمال ده كله.